اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اديفيرس توكس. زي ما احنا متعودين كل حلقه بيكون معانا خبير متخصص في مجال من مجالات الحياه، مره تكون ثقافيه، مره تكون تعليميه، مره تكون علميه، مره تكون خاصه بالبزنس. كحالنا النهارده في بودكاست اديفيرس توكس. النهارده هنتكلم مع بعض عن البزنس. كتير جدا من اللي قاعدين بيتفرجوا علينا دلوقتي بيحلم يكون مليونير. لا، المليون دلوقتي بقى حاجه ممتهنه جدا، بقت حاجه قليله جدا. او نقول مليون دولار انت كده بقت مليونير، لكن مليون جنيه انت مش مليونير، مش هتعرف تعمل بيه حاجه اصلا. يعني كتير من اللي بيتفرجوا علينا نفسهم يعملوا بزنس، نفسهم يكونوا مش شغالين عند حد، نفسهم يعملوا ثروه، نفسهم يتغلبوا على مصاعب ويعني الحياه اللي هم موجودين فيها والحياه الغاليه. حقه وطموحه انه يكون عنده عربيه فاخره، سكن فاخر، يأمن مستقبل ولاده، يقيم بزنس. ضيفنا النهارده هو ضيف من العيار الثقيل، الدكتور عماد حمزة. دكتور عماد حمزة هو بزنس كونسلتنت، خبرة أكتر من 20 سنة، ساعد كتير من الشركات على انهم يطوروا من نفسهم، على انهم ينموا، على انهم يحلوا مشاكلهم، على انهم يكونوا ماشيين في خط صحيح يوصلهم الى مسار افضل وافضل في مجالات مختلفة. هيكون معانا النهارده عشان نساعد اللي زي حالتي واللي زي حالاتكم. كل واحد عاوز يعمل بزنس، كل واحد عنده بزنس، كل واحد عاوز يرتقي ويكبر ويكون عنده عمل مؤسسي في إطار بزنس صحيح. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور، ربنا يخليك، شرف لينا والله. النهارده عاوزين نتكلم مع بعض في موضوع كل الناس بتدعي ان هي بتتكلم في البزنس. كل الناس النهارده كلنا بنتكلم في الفلوس. صحيح. والبزنس هو اساسه الفلوس. طبعا احنا كلنا عاوزين نعمل فلوس طبعا عشان خاطر نتغلب على مصاعب الحياة، ولكن مش كلنا فاهمين ان الفلوس دي اولا هو رزق من رب العالمين، ولكن ربنا قال لنا خده بالاسباب. طبعا فالرزق ده عشان يجي لك انت لازم برضو تعتمد على الله وتتوكل على الله عز وجل، ولكن تاخد بالاسباب. فاحنا عاوزين من باب الاخذ بالاسباب عاوزين نتعلم بزنس، نتعلم ازاي ننشئ بزنس صحيح. فالاول خالص انا هقول لحضرتك يعني من البدايه كده، هل هو حق مشروع؟ هل كل واحد بيتفرج علينا دلوقتي مؤهل انه يكون صاحب بزنس؟ هو حق مشروع للناس كلها، ولكن مش كل الناس مؤهله ان يكون اصحاب بزنس، عشان نكون واقعيين جدا. لانه سبحان الله، لو انت اصلا صاحب بزنس وانا صاحب بزنس وكل الناس دي اصحاب بزنس، مين اللي هيشتغل معاك؟ صح ولا لا؟ صحيح. انما في ناس ربنا انعم عليهم بمجموعه من المهارات والخبرات اللي تؤهلهم ان هم يليدوا البزنس ده، او ان هو يكون صاحب البزنس ده، او ان هو يوبريت في البزنس ده. وده على فكره ممكن تلاقيه حتى على مستوى الاصدقاء بيحصل بشكل كبير جدا. في واحد يعرف يذاكر لهم، في واحد يعرف ياخد قرارات بالخروج فين، في واحد يسمع ان المكان موجود خلاص ويوصل على المكان. ففكرة انك تقدر تكون متخذ قرار دي بتحتاج مجموعة من المهارات. في ناس بتتولد بالمهارات دي، ولكن اللي احنا عايزين نأكد عليه ان مفيش ما يمنع ان انت لو ما اتولدتش بالمهارة دي انك تبنيها. وده اللي انا بشوف ان التعليم والتدريب دايما بيعملوه. صحيح. لان مفيش حاجة في الدنيا صعبة. كله مكتسب، كله موجود، بس انت عايز ايه؟ صحيح. انت بتاخد بالاسباب وتتطور وتتعلم وتحسن وتقول انا اقدر اعمل. Yes, you can do it. انت امنت بان هو ده قدري وهو ده رزقي وانا ما اقدرش اعمل غير كده، خلاص هو ده المايند سيت بتاعك، هو ده اللي انت هتقدر تكمل فيه. اما بقى احنا ضد فكرة ان الناس تتوهم، لان ده برضو بيعمل مشكلة كبيرة جدا. يتوهم ويعمل استحقاق ذاتي لنفسه كبير جدا، ويقول انا شايف ان انا بزنس مان شاطر، انا شايف ان انا المفروض اول لما اشتغل مدير واخد 50,000 جنيه واخد 100,000 جنيه وانا ابقى رئيس مجلس اداره. لو انت جيت سالته اصلا طب يعني ايه اصلا مجلس اداره؟ يعني ايه اصلا كوربريت؟ طب انت وصف لي كده القانون التجاري ده بيقول ان الشركات دي حجمها شكله عامل ازاي؟ انت عارف ان في ناس ما تعرفش ان السمول بزنس ممكن يكون لحد 50 فرد. طبعا مش قادر يميز ده. يعني هو متخيل ان ده انا كده شركه كبيره مثلا، يعني او انا اقدر اعمل ده، ودي مشكله كبيره. لكن هل
ردا على سؤالك، هل فعلا حق مشروع؟ انا بتفق جدا معاك انه حق طب مشروع. هقول لحضرتك على حاجه، على السوشيال ميديا آه. ممكن نلاقي انفلونسرز بيكلموا الناس ويقولوا له ايه، انت لا ترتضي لنفسك انك تفضل طول عمرك موظف، انت من حقك ان انت تكون كذا وكذا وكذا. الكلام ده ليه البراز والكونز طب. بتاعته. على الجانب الاخر في ناس مدعاة او يدعون الى الانتخاب، انت ارضى، مش كل الناس اللي تقعد تقول لك مش عارف ايه وايه وايه، لا عادي جدا ان انت تكون انسان عادي، عادي ان انت تكون ليك وقت تنام فيه، وعادي ان انت تعيش عادي وتموت عادي، مش عيب، مش عارف. ده بيرضيك عن نفسك، وده بيعمل لك يعني very high expectations. فايه رأي حضرتك في الاثنين دول؟ شوف، انا دايما وابدا، وهرجع ورا قوي شويه كده لان كان بيحصل خلط من ايام الله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي، ايام ما كان بيطلع الله يرحمه. يعمل التنميه البشريه والكلام ده كله. الناس كانت بتخلط الامور. في فرق كبير جدا 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 بين ناس اصحاب العلم وما بين المجتهدين. للاسف السوشيال ميديا بشكل او باخر خرجت ناس كتير جدا على الساحه، وخلت اي حد يقدر يحط مايك قدام منه ويتكلم، اي حد يقول اي حاجه، يتكلم، مفيش اي مشكله. هنا لله الكاميرا بالظبط بالظبط كده. ولكن خلينا نتفق برضو اتفاق مهم، انت كشخص انت مسؤول عن نفسك، انت تقدر تحدد انت اي اتجاه هتاخده. يعني ما ممكن اللي قدامي ده يقول لي انت لو ما بتعملش 50 مليون دولار في الشهر تبقى انت حرام عليك نفسك. اوكي، بس انا بقى اسال نفسي سؤال، ماذا امتلك؟ صح. ايه اللي عندي اصلا عشان اقدمه؟ هو في الاخر حلو انك اعمل يا رب 100 مليون دولار في الشهر، بس دور على حاجه جواك حقيقيه تقدر تقدمها للناس، لانه دايما وابدا كل ما تقدر تقدم حاجه للناس كل ما اوريدي خلاص هتلاقي الطلب عليها. انا ضد ان انت لو عندك حاجه تقفل على نفسك وتقول لا انا تمام وانا كده كويس. لا طبعا، ما تقولش كده. لو انت واثق في امكانياتك تقدم، قدم، قول انا اقدر اعمل ده، بس تبقى حاجه حقيقيه الناس عايزاها. بالظبط. هنا النقطه المهمه جدا يا دكتور دلوقتي، وده اللي انا ملاحظه، الناس بتستسهل. عارف فكره ان في مطعم كريب فتح هنا في المكان ده واشتغل كويس، طب انا ليه اتعب نفسي وافكر على حاجه تانية؟ طب ما نفتح مطعم كريب جنبه واشوف هو بيعمل ايه وكوبي. شوف خلي بالك، اقول لك على حاجه يا دكتور، انا اسف يعني، بس انا اقول لك ليه. هو الموضوع بادئ من بدري شويه بانه احنا ما تعلمناش نفكر اصلا بزنس، ما تربناش على ده. يعني انا هقول لك على حاجه، انا شخصيا عيلتي عمرهم ما قالوا لي كلمه استثمار دي. هو كان دايما يقول لك حوش. يعني فكره السيفنج، طب بعد ما احوش اعمل ايه بالفلوس دي؟ السيفنج والانفستمنت از توتالي ديفرنت طبعا. صح ولا لا؟ انما انت عايز تكبر وتجرو وتعمل، اعمل بقى انفستمنت، هو ده اللي يكبرك. انما السيفنج، حضرتك بتاكد على ان احنا نبتدي نعلم من صغرنا اولادنا من صغرهم البيزنس. طبعا. اصل انت النهارده محتاج تحصن اولادك او المقربين اليك بمجموعه من المهارات. طيب انت ليه اصلا بتعلم ولادك تعليم كويس وتروح تصرف عليهم تعليم دولي؟ عشان في الاخر انت عايزه تخلق له كوميونتي، نمره واحد. نمره اتنين، عايزه يتعلم ترمينولوجيز جديده مش متعارف عليها في المدارس الحكوميه، لانه اصلا المدرس نفسه اللي جاي يقول له ده هو جاي زهقان وقرفان، وحتى لو عنده حاجه جديده مش قادر يوفرها له. عايز الراجل دوت يبقى عنده مهارات يقدر يبنتريت بيها السوق طبعا، ويدخل لما يخرج بيه. صحيح. صح ولا لا؟ طيب ايه اللي يمنع ان الاسره تكمل الصوره دي مع التعليم اللي في المدارس، بان هي تبدا تغير المايند سيت بتاع الاولاد؟ وانا كنت يعني يحضرني في الموضوع ده كتاب الاب الغني والاب الفقير، واكيد حياتك يعني عارف الكتاب كويس جدا. ما بين شتان ما بين اب هو اتربى بشكل او باخر على معايير ومبادئ معينه، وان اهم حاجه الوظيفه واهم حاجه تشتغل، فعلم ابنه ان هو اهم حاجه فتك الميل ملمخ في التراب. الله ينور عليك، يخرج يدور على الوظيفه. اما الاب الاخر الغني علم ابنه ازاي يطلع يعمل مصنع. صح ولا لا؟ صحيح. فشوف الفرق في المايند سيت شكله عامل ازاي. ده مش بالضروره المدرسه تعلمه، صح. انما ده ممكن اب يعلمه، ممكن ام تعلمه، ممكن صديق يعلمه، ممكن كوتش مدرب يعلمه. انه النهارده الرياضه ما اتحولت لبزنس. صح ولا لا؟ ففكره انك تبدا من البدايه تعلم الناس، فانت ما تلومش على حد ان هو النهارده طالع بيقلد، هو عايز يشتغل.
او شاف ان دي فكره جابت فلوس بس هو ما اتعلمش بيزنس. احنا محتاجين نعيد هيكله ثقافتنا. هو المشكله مش في التقليد يا دكتور، المشكله ان هو بيقلد حاجه هو اصلا مش متاكد ان هو عنده اللي يقدر يضيف فيه او حتى اللي يقدر يقلد، فبيطلع جنين مشوه. يعني انت ممكن انت خدت سنين عشان خاطر تعمل الفكره دي من البيزنس، وهو جه خد الصوره اللي واصله له منها اللي هي ولا حاجه، صح، وقال لك خلاص ده الموضوع سهل. أيوة. فبيفشل، صح، او بيفضل طول عمره صغير. صح. هنرجع بقى لفكره البيزنس. اتفضل. بلاقي ناس بيعملوا مشاريع وبيعملوا فيها مجهود ووقت رهيب جدا، ولما اجي اساله انت بتكسب كام، بلاقي بيكسب حاجات يعني مثلا ناس تشتغل في الاكسسوارز، او ناس تشتغل في حاجات يعني بسيطه كده، هاند ميد بسيطه. دور بقى على هامش الربح بتاعه في الحاجات دي كلها، فتلاقيه مثلا 10%، 20%. طيب في الاخر خالص الوقت رهيب جدا جدا بيضيع، ومجهود كبير جدا جدا بيضيع، وفي الاخر خالص هو اللي طالع له من هامش ربح ما بيسمحلوش اصلا ان هو يكبر البيزنس بتاعه. فبيفضل لو قعد 10 سنين ولا 20 سنه هو بيفضل على قد نفس الحجم ده لو فضل مكمل اصلا وفضل عايش. أي. خلاص فكره البيزنس ان هو يكون فيه سستينابيليتي، ان هو يكون قابل انه يكبر، انه يكون فيه ستراكشر، الكلام ده كله عاوزين نتكلم مع الناس دي. فكر نوضح الفكره ايه اللي يتقال عليه انه بيزنس. طيب انا بشكرك طبعا على الطرح الجميل ده، يعني حقيقه حاجه تستحق ان احنا نثني عليها. ربنا يخليك. هرجع تاني لفكره انه اصلا الناس ما اتعلمتش بيزنس. صح. ولما نيجي نتكلم يعني ايه بيزنس، فالبيزنس ليه اصول، الفلوس ادارتها ليها اصول. علشان خاطر تقدر تدير الفلوس دي وتكبرها، اتعلمنا الكلام ده. صح. في علم للكلام ده. صح. طيب لما تيجي تعمل بيزنس، انا هقول لك بقى على فكره اتعلمناها بقى من المستثمرين الكبار بقى، والناس النهارده اي اسم انت شايف ان هو بيعمل فلوس بشكل كبير، هو بيعمل ايه لما بتطرح عليه الفكره؟ مش بيدرسها طبعا. بيدرس ايه فيها؟ بيبص على ايه؟ بيبص على حاجه مهمه جدا اسمها الار او اي بتاعه. طبعا. ريتيرن اون انفستمنت. صح؟ لا طبعا. بيبص ليه بقى دي؟ عشان يشوف هو انا النهارده هحط كام، هيجيني كام، طيب وهصرف ايه، وهعين مين، وهدفع له كام، وهيرجعوا لي بعد قد ايه، وايه العوامل الخارجيه اللي ممكن تؤثر على هذا البيزنس، والمخاطر والتحديات والفرص. صح؟ كل طبعا. ده فكل ده لازم يتحط في الحسابات. طب لو احنا عايزين نبدا بخطوه اساسيه عشان نسهل على الناس خطواتهم ومش عايزين نصعب الموضوع، اول حاجه اسال نفسك ليه؟ why I have to do this business. ليه؟ لازم تجاوب السؤال ده. عايز اوصل منه لايه؟ عايز اجيب فلوس. حلو. الفلوس بقى دي في حد ذاتها هتيجي، بس لازم تكون بتقدم فاليو، لان زي ما قلت لك تاني لازم تقدم حاجه للناس. يعني انا هفترض النهارده ان حتى اللي بيطلعوا على التيك توك وبيعملوا ولا اي حاجه، هو ملا وقت حد. صح؟ لا هو ملا وقته، فهو قدم له حاجه. هو ملا وقت حد فاضي، فقدم له حاجه. صح؟ لا صحيح. لازم تسال نفسك انا عندي ايه هقدر اقدمه. قدرت تحط ايدك على النقطه دي، يبقى انت كده بدات تحط ايدك على اول حاجه، انا هعمل البيزنس ليه. طيب فكرت في الفكره وقلت والله انا قادر ان انا اعمل البيزنس ده عشان عندي 1 2 3، او يا سيدي بلاش عشان 1 2 3 خالص، علشان خاطر انا النهارده الناس محتاجه ده. وصلنا كده؟ الناس محتاجه ده، بعيدا عن ان انت ممكن تكون كونت الفكره دي ان الناس محتاجه ده. ازاي؟ وهنتكلم في النقطه دي. انت ما قستش اصلا بالظبط كده. انا بقول لاي حد ابدا ادرس السوق. اول حاجه الف ب، ادرس السوق اللي انت موجود فيه، ادرس المنطقه، ادرس المحافظه، ادرس الدوله بالاستقراء اللي هو العادي. صح كده؟ حاجه نزلت تدور عليها، انت النهارده نزلت تدور على الحاجه دي مثلا، وتبدا تشوف والله الحاجه دي متوفره مش متوفره، عشان هتحصل عندك حاجه من اتنين. هتعرف اولا الحاجه دي متوفره في السوق ولا لا. نمره اتنين، مين المنافسين اللي بيقدموها، ايه اسعارهم. تقدر انت من هنا تطلع ولو بميزه تنافسيه مختلفه. مش عايزين نذكر اسماء بيزنس يعني، بس هنفترض النهارده انه كل الناس كانت بتعمل حلويات، وكل الناس كانت بتعمل كحك وبسكوت، وكل الناس كانت بتعمل الكلام ده كله. بس لو النهارده حد عمل فكره انه يعمل الكحك ده محشي
او انه يعمله بشكل بيستاشيو. مختلف بالبيستاش مثلا، خلاص بقى ترند مثلا، فالراجل ماشي ورا واي نوت، هو عامل حاجه مختلفه، أيوة. هو عمل حاجه مختلفه. صح ولا لا؟ طب اسالك سؤال معلش، برضه في صميم السؤال ده. انا فكرت في الفكره وشفت احتياج، هل لازم انا بنفسي وبايدي وبدراعي اعمل اكسكيوشن؟ لا طبعا. يعني هل او حتى بنفسي وبدراعي ادير؟ لا هل كل بزنس اونر مؤهل انه يكون مدير شاطر؟ وهل كل مدير شاطر لازم يعمل بايده كل حاجه في البيزنس بتاعه؟ ده مفهوم خطأ كبير جدا جدا، برضو من ضمن اخطاء اهالينا اللي ربونا عليها، ان البيزنس اللي ما يقومش على دراعك تتسرق فيه على طول. صح. مع انه الكلام ده مش حقيقي. هديك مثال بسيط قوي. هو في حد صاحب البنك؟ لا. عمرك سمعت عن ان في حد قام الصبح راح البنك مثلا ما لقاش البنك فاتح؟ لا، هو في سيستم. في سيستم. صح ولا لا؟ ما دورش على صاحب البنك. صحيح. لما كان عنده مشكله هو دخل لموظف في البنك. صح. بس ما حدش بيبص على الحته الموظف دي. مش عارف يسرق البنك اللي كله فلوس. صح ولا لا؟ صحيح. لان في سيستم. صح. طيب خلينا نتفق على اتفاق مهم قوي. لو انت ما اتعلمتش، روح اسال حد ممكن يعلمك. روح دور على مكان يحط انا ايدك. هسال سؤال معلش بقى. طبعا. زي ما انت بتعيا وتروح لدكتور مهما كان كشفه غالي بتروح له، ليه لما بتيجي تعمل بيزنس ما بتروحش الكونسلتنت وتدفع مبلغ؟ لان انت هتخسر كتير. ده انت هتخسر ملايين. طبعا. بس خلي بالك بقى، هو هنا برضو لانه في ناس بتخاف من موضوع الكونسلتنت ده قوي. هو متخيل ان الكونسلتنت ده هياخد منه فلوس ويديله شويه ورق وكلام. بس في ناس بتعمل كده. ما هو ده حقيقي. ده حقيقي. في ناس بتبيع الوقت. بيحصل. انا مجرب والله. واحد مشهور بيحصل. يعني والله العظيم 3. يعني واحد مشهور عمل معايا ايه؟ قال لي هنعمل كذا 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 كذا، ونجيب في الشركه بتاعتي، ونجيب حمو بيكا يقول للناس اتعلموا وخدوا كورسات. حمو بيكا احنا بتوع اديوكيشن. هو شافه بانفلونس دلوقتي، يعني هو شافه بقى. شكرا يا فندم. شكرا. لا طب انا اقول لك بقى على حاجه تانية. انت عارف ان في ناس برضو بسبب الخلط ده، وانا في احد المرات يعني دعيت الى احد الشركات علشان خاطر ندرس حاجه عندهم. فقلت لهم على رقم يعني قصاد السكوب اوف ورك اللي احنا عايزين نعمله. فقلت لهم على رقم. فقالوا لي ليه الرقم ده كتير واحنا لسه بنبدا. واحنا قلت لهم الرقم دوت علشان خاطر هنقدم دراسه متخصصه واضحه، مش هتخلي نقطه ممكن تكون تساعد نجاح البيزنس ده انها تحصل، ومش هنذكرها، ومش هنقول ان في مخاطر بتهدد هذا الكيان، ومش هنذكره. قالوا لا 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 لا، احنا ممكن نروح لفلان الفلاني علشان خاطر هو سعره ارخص. ايوه بالظبط. وفلان الفلاني ده مسمع ومشهور وموجود، هو مشهور على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا وكل الكلام ده كله. قلت لهم طب خدوا بقى المفاجاه، روحوا له وانا موافق انكم ترجعوا لي بالايه، بالبروبوزل بتاعه. بالظبط كده. والله. طب تعرف بقى ان المفاجاه ان هذا الاستشاري العظيم اللي هو يعني بيبراند نفسه كاستشاري للبيزنس ويعمل كذا كذا كذا، رفض ان هو يقدم لهم الاستشاره. تعرف ليه؟ لان هو رزقه في الكلمتين بس اللي بيقولها. ايوه. ما يقدرش ينزل على ارض الواقع. صحيح. هو بيعرف يقول كلام حلو بس. ودي مشكله كبيره جدا. فبنقول ايه بقى هنا لو احنا عايزين نقدس، لو هتروح لاستشاري اسال على مين الاستشاري كويس. صح. عشان قبل ما تروح زي بالظبط كده، قبل ما تروح للدكتور ما تاخدوش من اليافطه. صح. هي مش فكره يافطه. شوف هو عالج مين وعالج ايه وعالجه بكام. اول كلام على مسؤوليتي. ما تروحش لولا واحد مشهور على السوشيال ميديا. دي حقيقه. على مسؤوليتي. لان هو فعلا زي ما حضرتك قلت هو شاطر في الكلمتين الحلوين اللي بيقولهم. لكن الكلام اللي بجد، اللي بيبني بيزنس بجد، مش الكلام اللي طعمه حلو وشكله حلو، اللي هو الحماسي ده اللي هو عمل اشبه بالتنميه البشريه. طبعا. في مجال البيزنس. طبعا. الموضوع مختلف تماما وعن تجربه. لا. انا خسرت فلوس بسبب الناس دول. ده حقيقي. ده حقيقي. فبنقول اسال على الاستشاري، ولكن مهم جدا ان يكون معاك حد كشاف. طيب هرد على الجزء الاخر من السؤال اللي حضرتك ذكرته بتاع انه هل من الضروري ان انا كصاحب بيزنس او كعندي فكره عن البيزنس انا اللي اديره بنفسي؟ لا، انا اقول لك بقى، خد النهارده المصطلح العظيم اللي طلع بقاله كام سنه وبدا يظهر بشكل كبير قوي، ان انت تكون انتربرنور او انك تكون رائد اعمال. هل رواد الاعمال كلهم بيديروا البيزنس؟ لا طبعا خالص. مش بالشرط ولا بالضروره.
لانه المفهوم ده برضو مع دراسه ومع العلم، ولما رحنا وجينا وشفنا كل الكلام ده كله، اتضح انه مفيش شغلانه اسمها صاحب الشركه. مفيش تايتل اسمه كده. التايتل ده مش موجود. انت يا اما بتقوم بدور جوه الشركه، التايتل دوت ليه سكوب اوف ورك وليه حساب معين من مجلس اداره الشركه، والا حياتك مفيش حاجه اسمها صاحب الشركه. كونك صاحب الشركه دي حاجه، وكونك بتدير الشركه دي قصه تانية خالص. واغلب الشركات اللي نجحت هي كانت بتجيب ناس بره البيزنس وبره العيله هم اللي يديروا البيزنس، اشطر منهم. لازم تجيب حد شاطر ينجح معاك الفكره. لان انت ببساطه شديده لو بصيت حتى للاعيبه الكوره، ليه هم ما بما ان هم كلهم شاطرين، يعني ليه بيوقفوا كوتش بره؟ صحيح. او بيجيب وكيل اعمال برضه ليه بيسوقوا من الفكره بالظبط. ده عشان هو راجل فكر بزنس. صح. نروح للنقطه تانية، فكر بزنس. فلما فكر بزنس جاب حد يدير البزنس بشكل كويس. بس حتى الكوتش، طب هو ليه الكوتش هو اللي لازم يجايد لاين من بره بتاع الاستشاري؟ هو لازم يساعدك، عشان ما انت مهما تكون شاطر لازم يكون معاك حد صح يفتح لك السكه. مره كنا رايحين هناخد مدرسه اداره وتشغيل، وقلنا له احنا هناخد برسنتج كذا مقابل الاداره، وهنجيب لك انفسترز وانت بالارض بقى وكده. فقال لي طيب تمام، انت هتدير تمام، وفي ناس مش عارف ايه تمام، وده مدير مدرسه تمام، انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ قلت له انت حضرتك لازم يقول لك عضو مجلس اداره او رئيس مجلس اداره، هندي لك كي بي ايز ونيجي لك كل شهر نقول لك عملنا كذا ونفذنا كذا واخر السنه كسبنا كذا. لا يا باشا، انا عاوز اوضه في المدرسه ادخل الاوضه بتاعتي شغلانتي. طبعا ده كويس، عايز يشتغل. ده في غيره بقى اللي هو عايز بس الناس لو هو عاوز يشتغل برضه صاحب المكان دور لي على شغلانه. دي مشكله. قلت له لا شكرا، السلام عليكم. مشكله كبيره جدا جدا. فكره ان هو لازم يبقى صاحب البيزنس، فلازم اديره، لازم اقعد على كل حاجه صغيره وكبيره. بالمناسبه دي اصلا يعني برضو خلينا نتكلم في نقطه مهمه قوي، انه هو المدير بتاع الشركه مين شغلانته؟ يعني ايه شغلانته؟ برضو اتعلمنا ان المدير بتاع الشركه هو مش شغلانته الكاستمر ولا الكلاينت، هو شغلانته الموظفين. صح، متابعته. هم دول شغلانتك. صح. شغلانتك انك تسهل عليه حياته. صح. شغلانتك انك تهتم بنفسيته. شغلانتك انك تشوفه ازاي يجرو عشان هيكبر البيزنس، هو هيهتم بالبيزنس. انت مش شغلانتك البيزنس، اشتغل عند البيزنس. صح. صح. ودي نقطة بيحصل فيها خلط كبير جدا جدا. هو بيجي الصبح هاتولي وهاتولي وهاتولي وانت عملته، انت مش شغلانتك ده. هو شغلانته هو يهتم بالعميل ويحل مشكلة العميل، انت اهتم بيه هو. انت فهم هو ازاي يعمل الانجاز بتاعه النهارده، ازاي يخلص شغله النهارده، انت محتاج منك ايه عشان تعمله له. وده هيصب في مصلحه البيزنس طبعا اوتوماتيكلي. طب هقول لحضرتك على حاجه يعني خلينا نتعلم من حضرتك كده، نعتبرها حصه يعني تعليميه. لما تيجي تعمل بيزنس لازم تعمل حاجه اسمها ميشن وفيجن، لازم تعمل حاجه اسمها استراتيجيك بلان، لازم تعمل حاجه اسمها بيزنس بلان، لازم تعمل سوات اناليسيس، لازم مش عارف ايه، لازم ايه. ممكن اخد شويه مصطلحات زي دول بمنتهى البساطه وباختصار. حاضر. يعني ايه فيجن، يعني ايه ميشن، والفرق ما بينهم باختصار شديد. وبعدين هقول لحضرتك يعني ايه استراتيجيك بلان ويعني ايه بزنس بلان. يبقى انا كده 4 مصطلحات بس هنطلع بيهم الحلقه دي. نعمل كده. نعمل كده. اول حاجه بالراحه خالص، خلينا نبسط كده الموضوع، علشان خاطر فكره الفيجن والميشن دي ناس كتير جدا تصيغها ولكن لا تنفذها. صحيح. يعني تبقى هنحطها على الويب سايت بس. بالظبط، تبقى مكتوبه حلو انما الحقيقه ايه؟ واحده مختصره واحده كتيره بس خلاص على كده. طيب الفيجن دي انا رايح فين؟ رايح بالبيزنس ده فين؟ الديستنيشن. بالظبط كده، انا رايح فين؟ فانا والله النهارده بعمل بيزنس في مصر، بس انا ان شاء الله هبقى في الميدل ايست. مفيش مشكله، ومش بالضروره خالص تستعرض عضلات فيه. اعمل فيجن، كلير فيجن ريجاردنج للكابابيلتيز اللي عندك علشان تقدر توصل بيها، عشان تقدر تنفذها. وده اصلا اوتوماتيك هياخدك للميشن اللي هو انا هعمل ايه كل يوم عشان اوصل للفيجن. بس كده يبقى انا الديستنيشن، يبقى انا الفيجن هو ان انا اسكندريه، والميشن هي هعمل ايه عشان اروح اسكندريه، ايه الطرق اللي هاخدها عشان اوصل لاسكندريه. بس كده بالراحه خالص خالص.
لو هعمل ده كل يوم هي ميشن، هعملها كل يوم، هراعي العملاء بتوعي كل يوم، هشتغل على اسعادهم، هشتغل على تطويرهم، هعمل انجيجمنت معاهم، هجيب لهم منتجات تلبي احتياجاتهم. انا دي ميشن انا بعملها لهم كل يوم. وده بيراجع وبيعدل كل سنه، كل سنتين، كل 3، كل 4. ده لازم، مش حاجه كده قرآن يعني خالص ثابته ما خالص، بتطيرش. عدل وطور. هو ده اصلا اللي المفروض يبقى مكتوب في الاستراتيجيك بلان بتاعتنا بقى. ندخل بقى على الاستراتيجيك بلان. نعمل بقى استراتيجيك بقى. فكره ان احنا نبقى بنشتغل استراتيجي بالمناسبه يعني الاستراتيجي اصلا المفروض ان هي تكون طويله الاجل. صحيح. مش يعني طويله الاجل يعني بنتكلم في 15 سنه وانت طالع رايح لبعيد. ما ينفعش تبقى سنه واثنين وثلاثه. دي حاجات شورت تيرم، دي حاجات قصيره الاجل. اما بنتكلم في استراتيجيك هدف بعيد قوي ان شاء الله عايزين نوصل له. وبالمناسبه الدول نفسها بتحط استراتيجيك. يعني النهارده احنا عندنا خطه في مصر بيسموها 2030. ايوه. وفي دول شغاله على 2040. افاجئك بقى بمفاجاه بان الناس اللي شغاله على 2040 دي والناس اللي كان عندها اصلا 2030 هم كان عندها قبلها 2020. شغالين عليها من سنه كام؟ شغالين عليها من 1990. فدي الاستراتيجيك لازم يبقى هدف بعيد جدا. طيب ايه الهدف منه؟ ان احنا لما بنحط استراتيجيك اوبجكتيف بنوحد كل الجهود عليه. بنبقى كلنا على قلب رجل واحد. بالراحه خالص، كلنا على قلب ايه؟ رجل واحد. فبالتالي لما حضرتك يوصلك الاستراتيجيك اوبجكتيف بتاعي ده، اللي شغال معايا في الكاستمر سيرفيس هيبقى فاهم احنا عايزين نوصل لفين. وبتاع المبيعات عارف انا عايز اوصل لفين. وبتاع الحسابات عارف انا اوصل لفين. يعني انا كبزنس اونر او كرئيس مجلس اداره لازم اعلم الناس اللي شغالين معايا كلهم الفيجن والميشن والاستراتيجيك. لو ده مش موجود احنا كل يوم الصبح هنعمل ايه؟ صح. انا كنت في احد الجامعات المصريه المحترمه، وكنت منوط ان انا اقوم بعمليه تدريبيه لمجموعه من المديرين اللي هيتم ترقيتهم للمناصب العليا. كنا بنعمل لهم تدريب كده مكثف علشان خاطر الناس دي هتبدا يتم اختيار ناس منهم علشان يبقوا في مناصب اعلى. اكتشفت بالراحه خالص جدا كده وانا بندردش وبنتكلم ان هم من ادارات مختلفه، ما بين ماليه، ما بين قانونيه، ما بين تشغيليه وهكذا. فلما سالتهم الجامعه رايحه على فين، محدش عارف. لقيت حاجات مختلفه، كل واحد واصله حاجه معينه. فافتكرت انه ممكن يكون عندهم شويه ضبابيه في الرؤيه، بس ممكن تكون في حاجه بتجمعهم. مفيش حاجه اتقالت اصلا. هو مفيش حاجه اتقالت. الناس من زحمه الشغل عدي معايا النهارده وخلينا نعدي بكره. ماشيين يوم بيوم. انما لما بدات اقول لهم طب ما تيجوا نحط استراتيجيك اوبجكتيف ونقول احنا هدفنا ايه، وانا عايزك النهارده تبقى مدير ليه، عشان انت حتى تعلم اللي وراك ونكمل مع بعض رؤيه، فنبقى كلنا بنقدف في اتجاه واحد. صحيح. وجبنا بقى مثل بسيط جدا كده لفرقتين بيسابقوا بيعملوا تجديف. المركب اللي ليها 100 رئيس وفضلوا يقدفوا ويلفوا حوالين نفسهم في نفس المكان، والناس اللي حددوا استراتيجيك اوبجكتيف واضح كلهم التجديف في نفس الاتجاه وقدروا يوصلوا. فده بالراحه خالص 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 فكره ان احنا يكون عندنا فيجن، عندنا ميشن، عندنا استراتيجيك اوبجكتيف حقيقي اصلا هو اللي بيخرج منه كل الكلام ده كله. طب البيزنس بلان؟ البيزنس بلان دي بقى بالراحه خالص كده ممكن تبقى حاجات صغيره ريجاردنج كل اداره. فانا بعمل بيزنس بلان لاداره المبيعات، بحدد لهم مثلا تارجت عشان خاطر اقول لهم انتوا التارجت ده انا عايز احققه على نهايه السنه، والتارجت ده انا عايز احققه بنهايه ال3 شهور، والتارجت ده انا عايز احققه خلال ال5 سنين الجايين، اللي هو اصلا المفروض يكون ريجاردنج لخطتي الاستراتيجيه. صحيح. مش ان هو احنا النهارده بعنا ب10 احنا بكره عايزين نبقى ب20. ما ينفعش تبقى كده. صح. واللي اصلا اوتوماتيك هحط بالتبعيه على طول ليها كي بي ايز واضحه عشان نقيس بيه. عشان مش المفروض ان انا اقوم الصبح اقول لك انت ادائك مش عاجبني. اداء ايه اللي مش عاجبك؟
ما غسلتش وشي مثلا النهارده. ما قياس ما- مؤشرات حياتك ما ينفعش النهارده تحكم عليا علشان خاطر انت مزاجك مش كويس، صح ولا لا؟ او انا ما قلتلكش صباح الخير وكمان بتقول صباح الخير، ما ينفعش، صح ولا لا؟ صح. يعني نحط كي بي اي واوتوماتيك نقيس الكي بي اي. الكي بي اي دي يعني ايه كي بي اي؟ يعني النهارده انا بقيس ان حياتك معيارك في تحقيق التارجت بتاعي مثلا في خدمه العملاء ان انا ما يجينيش شكوى من العملاء. هل ده بيتم ولا ما بيتمش؟ طيب في نفس الوقت انا برضو هسال هنا نفسي سؤال، انا بقدم ايه علشان اساعد الموظف ده على تحقيق الايه النتائج دي؟ فهي منظومه متكامله، دي البيزنس بلان. بنقعد كده نرتب مع بعض ونحط البلان بتاعتنا اللي بنقول احنا ازاي نقدر نحقق وناتشيف الميشن. طب هقول لحضرتك على حاجه اتفضل. بقى، بما ان اتعلمنا المصطلحات دي، موضوع دراسه الجدوى، كم واحد حضرتك كده تقدر تديني كده برسنتج كده، كم في المية من المشاريع اللي بتتعمل سواء كانت صغيرة، خصوصا المشاريع الصغيرة، اتعمل عشانها دراسة جدوى حقيقية تخليك تقول تعمل المشروع ده ولا ما تعملوش؟ بلاقي مثلا لو تتكلم عن المحلات او على المشاريع او على الاكاديميات او على الحضانات او على المدارس او على تبدأ المشروع ويخسر ويقفل او يفضل ماشي وطول الوقت. طب يا جماعه انت عملت دراسه جدوى؟ احكي لحضرتك قصه بخصوص الار او اي تي اللي هي علاقه بدراسه الجدوى. كنا قاعدين في قاعده وكان مطروح مدرسه للبيع. المدرسه دي بتكسب 20 مليون جنيه. طبعا اي حد دلوقتي هيسمع الرقم 20 مليون جنيه يقول رقم كبير جدا. طب المدرسه معروضه للبيع بكام؟ بنص. مرتبات كام؟ لا معروضه بنص، لا صافي الربح 20 مليون. النت اوكي 20 مليون، بس معروضه للبيع بكام؟ 500 مليون جنيه، نص مليار. فطبعا اول ما سمعنا الكلام طبعا بنقيم، قلنا لا يعني هي 200 يا جماعه، 500 200 ازاي؟ ما انتم مقيمين يا جماعه ال 200 دول ازاي؟ انت مقيم ال 500 ازاي؟ فهو قيم الارض بكذا، قيم الاسم بكذا، وقيم المباني بكذا، وقيم كذا، وصلت معاه الموضوع ل 500 مليار. طب 500 مليار هيرجعوا لي بعد كام سنه؟ طبعا. كام واحد بقى بيفكر؟ انا لما اول ما بقول القصه ببدا بكلمه 20 مليون دي، فكله بيلمع كده عينيه ويقول لك طب ما ده مشروع رائع. طبعا. حبيب قلبي، انت عشان تعمل بيزنس صح، انت لو حطيت ال 500 مليون دول في البنك هيرجعوا لك بعد كام سنه؟ صح. بعد 4 سنين صح. او 5 صح. حسب دلوقتي يعني. طب لكن لو حطيتهم في المدرسه هيرجعوا لك بعد قد ايه؟ يقول لك لا، ما المدرسه قيمتها فيها. مين قال؟ انت هتخرج الاكزيت سيناريو بتاعها مستحيل. موضوع الاكزيت سيناريو ده بالمناسبه موضوع مهم قوي. أيوة. قوي يعني فكره ان انت لما تيجي تتكلم مع حد في حته الورست كيس سيناريو ده بشكل عام يعني، والاكزيت سيناريو، وفكره يقول لك ما تقدرش البلاء قبل وقوعه. ايه العلاقه؟ مش بيزنس خالص الكلام ده. ده مش بيزنس خالص. احنا هو لازم اصلا اقدر المشكله فين عشان اتجنبها. بالظبط ده الطبيعي. لو بتكلمني على برسنتج لموضوع دراسات الجدوى، لا الموضوع يعني مش عايز اكون يعني محبط واقول ان النسب ضئيله جدا، انما انا مش هقدر اقول ابدا النسب ممكن تتجاوز ال 5%. ابدا ابدا كده. مفيش. وبرده بمحددات يعني، واللي بيروح لها لانه مضطر. أيوة. لانه في الاخر عايز ياخد فند. أيوة. عايز ياخد لون، عايز ياخد حاجه كده، فبيبقى مضطر انه يعمل ده عشان يقدم حاجه. لان اي حد عشان يدخل ينفست معاك ويحط فند او يدفع فلوس، سواء هو بنك او سواء هو مؤسسه او هو فرد او بيعمل اي حاجه، لازم يشوف ارقام. صح. لازم يطلع على ارقام، ولازم يشوف بقى مش ميزانيات مضروبه، يشوف دخل حقيقي وقوائم دخل ومدفوعات ومصروفات وتحصيلات وكل حاجه، ويشوف هو رايح على فين بالارقام دي، ويشوف السيجمنتيشن اللي عنده دي هتقدر تحقق له الارقام دي ولا هيبقى صعب جدا. فللاسف لا، نسب قليله جدا جدا جدا. وده طبعا برضو لان هم لا بيروحوا لاستشاريين يسالوا، ولا بيروحوا. ده ممكن كمان يسال ناس مش اهل خبره، يقول له اعمل لك دراسه جدوى. اعمل لك طبعا. وبيعملها له ايه؟ صفحتين. اعمل لك دراسه جدوى. عايز دراسه جدوى، اعمل لك دراسه جدوى. هتصرف كذا وتطلع كذا. ده اللي دي دراسه الجدوى زي الفل. تعال اساله بقى على IRR، دوروا على ROI، كل الكلام ده لا ما فيش. انت بتسال الحاجات دي غلط، عيب ما تسالش فيها. الله المستعان. فدي حاجه صعبه. طب هسال سؤال تاني. اتفضل. فكره البيزنس
دلوقتي في المجتمع التنافسي جدا جدا ده، ان انت كل حاجه بتعملها في غيرك ألف عملها او بيعملها او هيعملها زيك او كذا وكذا. احنا اتفقنا ان احنا لما نكون بنفكر بيزنس صح لازم يعني نعمل دراسه ونعمل. دور الماركتينج ايه في الموضوع؟ الماركتنج ده انا بعتبره عامل زي، يعني انا ماليش في الكوره قوي بس اقول لك عامل زي فرق الكوره اللي بتبعت كشافين يستكشفوا لعيبه جداد. ده الف ب، لازم ينزل يبص على السوق يشوف الدنيا. وبعدين لو ماركتير شاطر، تتكلم على الماركتينج بقى اللي هو قبل ما تعمل الكامبين بتاعتك، قبل اي حاجه خالص، قبل ما تعمل الكامبين انت لازم بقى تبص. ليه بقى؟ لانه ده وارد يوديك في ريد اوشن والناس عماله تقطع في بعضها. صحيح. وارد ان هو ياخدك يقول لك بس سيب الملعب ده وتعالى نلعب في البلو اوشن ده. صح. ده الناس هنا لسه رايقه، واي حاجه هتقدمها لهم هتبقى جميله. صح. فسيبك من الريد اوشن ده وياخدك يوديك حته جديده خالص. ولو بصينا على كل المستثمرين الشاطرين النهارده يعني ليهم اسماء وخلاص محققين نجاحات قويه جدا، هتبص هتلاقيهم دايما هو عينه على مناطق ما بتبقاش جايه في بالك، انت بتشوف بعدين. صح. زي طلعت مصطفى لما راح الرحاب وبعد كده لما راح مدينتي، هو راح لحاجات كانت طبعا ساعتها. طبعا هو الراجل خلاص كان عنده رؤيه، شاف الموضوع ماشي عامل ازاي. وغيره بقى طبعا، يعني احنا عندنا عائلات محترمه جدا يعني في البيزنس بتعرف تشوف الموضوع ده بشكل كبير جدا. بس هي فكره انك تقول انا لازم اصلا ابدا بان انا اعمل ماركت سكان صح، تقدر تروح صح. لو بنروح بقى لفكره الماركتنج ما بعد ان انا بدات البيزنس بقى ما بعد ان انا بدات اعمل البيزنس بقى، والله هنا بقى انت وحظك جايب ناس ومديهم بادجت كويسه وفاهمين البيزنس بتاعك انت عايز توصل بيه لفين، وهم ناس عندهم ادوات حقيقيه يقدروا يوصلوك، هيستخدموا الادوات المثلى لتوصيل النتيجه. اما قلت لهم بقى الماركتنج ده كله على بعضه انا حاطط له ميزانيه قد كده مش عايز اعديها ومش هصرف اكتر من كده، وحجمت ايديهم وضايقتها في كل حاجه وطلبت منه ان هو يجيب لك ليد كواليفايد ليد مفيش احسن من كده، وان انت تقفل منها بكونفرجن عادي وكل الكلام ده كله. طب ازاي؟ بالظبط في ظل التنافس الشديد جدا جدا دلوقتي. ايه اللي بيحصل بقى؟ انه دايما وابدا اللي بيتلسع من الشوربه بيقعد ينفخ في الزبادي. يا سيدي انا الزبادي، لا هو مش مصدق. فهو راح لواحد مش شاطر، سلسله يعني مش شاطر. ممكن نعمل سلسله مش شاطر دي نكتب فيها يعني مين بقى مش شاطر ده، فيها حاجات كتير جدا. مش شاطر في الماركتنج، مش شاطر والله، وتقعد تتكلم عنه يعني بلاش نتكلم على الشاطرين، خلاص نتكلم على اللي مش شاطر شكله ايه. فيقول له راح لحد مش شاطر، راح مدخله عامل له كامبين عظيمه جدا زي مثلا اوت دور. طب هل هو وهو الراجل مستني يبيع؟ طب هو الاوت دور هيبيع؟ مش عارف، ده بيعمل اويرنس بس براندنج اويرنس. قال ان انت في حد نزل جديد في السوق. صحيح. هو الراجل بقى خلاص اقنعه ان الحمله الدعائيه الكبيره جدا بتاعه الاوت دور دي، يعني انا كل الايجنسي بتوع الاوت دور حبايبي يعني وناس محترمين اكيد هيزعلوا مني، بس انا مقصود انا بقول له لو الحل الامثل والمناسب ان انت انزل باوت دور، انزل باوت دور. ده حتى كمان في الديجيتال ماركتنج احنا اتعاملنا مع ايجنسيز فرموا كميه فلوس في الاعلانات، ولما تيجي تشوف متارجتين لك بقى اجيب لك هنود ويجيب لك باكستان ويجيب لك وتلاقي الرساله واصله ل $20. يا جماعه خير يا ابني، الحال انت بتاكلش فته محلوله. هو انا عشان اديت لك بادجت تفرمها لي بالشكل ده وتضيع لي فلوسي بالشكل ده؟ برضو اللي مش شاطر طبعا اللي مش الميديا باير اللي مش شاطر بيخرب الدنيا. طبعا. وفي ميديا باير شاطر بس مركز في حاجات معينه عشان هو بالنسبه له هو دي اللي حافظها بالمناسبه، يعني بيبعد عن منصات. يعني انا شايف ان في منصات خلاص بقت النهارده اساسيه لكل ريجن. يعني صح. انت عندك سناب شات في الخليج رقم 1 بالظبط، تويتر مثلا لو قبل ما يكون بالزبط. يعني اكس وبتاع برضو ده مركزين جدا معاه. ما ينفعش ان مصر فيسبوك وبالتارجت ستات انستجرام صحيح. يعني خلاص روح لهم على الانستجرام صحيح. وحاليا بقى التيك توك طبعا يعني ما فيش اسهل منه يعني صحيح. فدي برضو بتبقى نقطه، فكره انك تختار البلاتفورم دي للاسف يعني برضو ناس كتير جدا بتقع فيها. يعني انت ما تسترخصش في الماركتينج، لازم تحط له بادجت محدده، وبادجت مش قليله، بادجت كبيره، وتهاير الناس الصح
اللي يعملوا لك الماركتنج اللي هو اللي قبله اللي هو الماركت اناليسيز الاول، ثم بقى الماركتنج نفسه، سواء كنت انت محتاج بقى اندور ولا اوت دور، محتاج ديجيتال ماركتنج ولا لا، وتتابع الموضوع ده بشكل قوي، لان هو ده اللي زي ما احنا بنقول دايما ان الاشهر بيبيع افضل من الاشطر. طبعا. فانت لازم تكون الاشهر والاشطر في نفس الوقت. طبعا ما هو فكره ان انت تورك سمارت، صح نوت هارد عشان صح. النقطه دي يعني تعبنا في الكلام فيها. وبرده حتى فكره ان سمارت الناس بتفهمها برده ان هو بقى انا بشتغل بذكاء وفهلوه وبشغل دماغي، لا احنا قلنا ان سمارت ديت انك لازم تقدر تعمل حاجه سبيسيفيك جول واضحه، صح. انك تكون قادر تميجر الجول دي صحيح. بشكل واضح جدا، مش فكره ان انا حطيت سبيسيفيك، لا لازم اقيس نجاحي فيها عامل ازاي، لازم يكون رياليستيك وقابل للتطبيق. صح ولا لا؟ صحيح. لازم اكون ليا محدد بوقت محدد اقدر اقيس فيه ان انا كده نجحت ولا ما نجحتش. صح ولا لا؟ يعني في مجموعه من العوامل مهم قوي ان انت لما اشتغل سمارت. صحيح. مش بس فكره انك يلا وشدوا حيلكم بس وانت ابن الشركه وهنعمل حلقه عن ابن الشركه دي ابن الدايره. شكرا يا دكتور، والله يعني امتعتنا وعلمتنا واضفت لنا كتير. والله لينا الشرف ان احنا موجودين معاك، وبيست اوف لك يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى لكل الناس. الله يكرمك. زي ما حضراتكم شفتوا يعني استمتعنا مع الدكتور عماد حمزه في دردشه في البيزنس، خلينا نقول دردشه في البيزنس، لان في الوقت القصير ده في البودكاست ما بنقدرش نقول كل حاجه، ما بنقدرش نتكلم عن كل حاجه باستفاضه، ولكن عملنا شويه كده يعني هايلايتنج على شويه حاجات كده لازم نتعلمه. مفيش اسهل من ان انت تدخل تقرا او تدخل تعمل سيرش على شويه الترمينولوجي اللي ذكرناهم النهارده في البودكاست. ادخل واقرا على البيزنس بلان والاستراتيجيك بلان والفيجن والميشن والماركتنج والماركت اناليسيز ودراسه الجدوى. ادخل اتعلم بيزنس عشان خاطر ما تقعش وقعت ناس كتير جدا جدا، خسروا كتير. ده مختلف من واحد للتاني. في واحد لما يخسر 1000 جنيه بالنسبه له كتير، في واحد لما بيخسر مليون هي بالنسبه له كتير. ليه تخسر بدل ما ممكن انت تتعلم تدير الاموال بتاعتك بشكل صحيح وتستثمر في نفسك وفي فلوسك وفي وقتك عشان خاطر تكون في وقت من الاوقات انتربرينور او صاحب بيزنس او حد يعني ناجح وقادر تحقق كل أهدافك وطموحاتك المشروعة الخاصة بمجال الأموال والبزنس. كنا معاكم في Ediverse Talks في بودكاست خاص بالبزنس، وإن شاء الله يعني نطلب من الدكتور عماد يوعدنا ببودكاست تاني نتكلم فيه بالتفصيل عن حاجات أكتر وأكتر بعمق أكتر وأكتر. إن شاء الله الحلقات الجاية نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من Ediverse Talks وبودكاست جديد في موضوع مختلف يهم كل أفراد الأسرة. السلام عليكم.